السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، وصفة جديدة. وصفتنا اليوم الملوخية. عندي الملوخية واللحم على حسب. عندي واحد البصلة مشلضة. العطرية عندي واحد معلقة صغيرة ديال الخرقوم ومعلقة صغيرة ديال السكينجبير ونص معلقة ديال الابزار ومليحة. عندي واحد نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت العود وزيت العادية، مطيشة محكوكة، المعدنوس. وهنايا غندوز نقي الملوخيه، كنحيدو لها هاد الرويس هذا وهذاك لتحت. صافي هادشي اللي كنحيدو لها، ما كنحاولوش اننا ما كان بلا ما نتقبوها بزاف باش كتبقى لنا صحيحه. صافي كنستمر هكا حتى كنكمل كامل ونغسلها. عندي هنا خديت الكوكوط درت فيها اللحم على حسب. غنزيد العطريه، زدت لها شويه ديال الماء تحت باش نخليها تشحر. البصيله، وغادي نخلي اللحيمه كالعاده تدخل تشرب العطريه. ومن بعد هنايا من بعد ما تشحرات زدت الزيت، نزيد نص كاس ديال الزيت ومطيشه، وغنخليها عاوتاني تزيد تشحر مزيان. درت شويه ديال المعدنوس، درت شويه وخليت شويه. وهنا فاش تشحرت مزيان صافي وعقدات ليا داك البصيله. صافي دابا غادي نروي. غنديروا الماء الكافي باش طيب لينا اللحيمه. انا عندي هنا اللحم الغلمي. درت الماء باش ما نعاودش نزيد، درت الماء بزيت شويه باش ما نعاودش نزيد. صافي وغنسد على اللحم حتى طابت. هنا من بعد فاش طابت اللحم صافي راه غادي ندير الملوخيه، وغنزيد داك شويه د المعدنوس اللي بقى وصافي. وغادي نسد عليها شويه وغادي نحل عليها، ما نخليوش طيب بزاف. وهنا فاش طابت نتوما شوف كيفاش جات لذيذه ولذيذه بزاف. وهنا صافي بديت كنسربي. هنا من بعد فاش سربيت الطبيصل، شوفوا كيفاش جات ما نعاود لكمش، لذيذه بزاف بزاف. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، هذه الوصفه اللي كانت عندنا اليوم، الملوخيه. وصافي حتى لهنا الفيديو صافي سالا. وغادي نقول لكم مع السلامه والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله، ووصفه جديده. يلا مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء. شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه. مع السلامه.